النهاردة بالأطباق القديمة دي هنعمل فكرة لرمضان تحفة جدا. أول حاجة همسك قماش الخيامية ده هغطي بيه الظهر بتاع الطبق. الفكرة سهلة خالص وبسيطة وتنفع جدا، فكرة مشروع مربح. شوفوا الفيديو للآخر هتعجبكم جدا الفكرة، وممكن فعلا تبقى بداية مشروع مربح بإذن الله. هبدأ أغطي كده الطبق بالقماش الخيامية، وبعد كده هقصه بقى الحاجات الأجزاء الزيادة عنه بالشكل ده. هبدأ أثبت كده الأجزاء اللي في الطرف دي، وبعد كده هبدأ أقص كده. تمام. بس كده هبدأ بقى أدخل الأجزاء دي ألزقها بالشكل ده. لحد ما هغلف كده الطبق يعني بالأجزاء الزيادة دي، علشان بعد كده الفينش يكون تمام. وبعد كده هبدأ اخد قطعة قماشة تانية من قماش الخيامية برضو. هو ممكن ينفع طبعا بأي قماشة، بس علشان قماش الخيامية يعني مرتبط معانا بديكورات رمضان فبنستخدم قماش الخيامية، لكن احنا ممكن نستخدم اي قماشة تانية متاحة عندنا في البيت ونعمل بيها الفكرة عادي خالص، مفيش مشكلة. هنا هبدأ بقى اقص الاجزاء برضو الزيادة واثبتها بالشكل ده. وبعد كده هبدأ باللي هو الشريط اللي مرتبط معانا بشغل رمضان برضو. بيتباع الشريط ده عند محلات الخردوات والمكتبات الكبيرة، المتر ب2 جنيه. هبدأ اثبته كده على محيط الطبق برضو بالشكل ده. وطبعا بان بقى عندنا كده ان دي فكرة العياشة بتاعت رمضان، او اللي هي طبق الخبز، وعملناه بديكور رمضاني جميل. تنفع جدا فكرة مشروع مربح. وحتى لو مش عايزينه مشروع ممكن نحط فيه العيش على السفرة، هيبقى شكله ظريف جدا ومميز ولايق جدا مع جو رمضان. كل سنة وانتم طيبين. لو عجبتكم الفكرة ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، واستنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة. باي باي.